صباح الفل او مساء الفل حسب التوقيت اللي بتتفرج عليا فيه. اول مره تشوفني، انا محمد فرج، بشتغل ارت دايركتور، ودي قناتي قناه مو ارت. انزل عليها فيديوز خاصه بمجال الادفرتايزنج. انزل اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدا. نايس هو موقع الكتروني بيبيع ادوات منزليه موجود في السعوديه. البريف كان مطلوب مني ان انا انفذ فيجوال بيضم كل العناصر اللي موجوده في رمضان، زي مثلا لو في اطباق، في اضاءات، في انارات، في مثلا اواني بيستخدموها معينه، في ديكورز، في حاجات في الديكور بيستخدموها معينه. فكان مطلوب مني ان انا اوظف ده كله في فيجوال. فانا طبعا بحب دايما كده اخدش تشالنج مع نفسي، ما بحبش ان انا اخد الطريق السهل، مع ان ساعات الطريق السهل بيبقى حلو يعني، بيبقى كويس ساعات. بس انا بحب مثلا لو في حاجه فيها بريف وفيها شغل كتير، بحب ان انا اخد وقتي في حته ريسيرش، وبحب ان انا اعمل لها كده زي مود بورد معين، سواء كستوكس او صور هشتغل عليها، او كمان حتى المود بورد اللي انا هشتغل عليه. طيب تعالوا نتكلم الاول على الستوكس دي، انا اشتغلت عليها ازاي او جبتها ازاي. طبعا انا دخلت على ويب سايت نايس، فبدات ان انا اجيب كل الايتمز اللي خاصه برمضان، زي مثلا لو في اواني، في فوانيس، في حاجات خاصه بالديكور، في كل حاجه. فبدات ان انا اعمل مود بورد وارص فيه كل الكلام ده، واشوف ازاي هقدر اوظفه في الفيجوال، اشوف ايه هي الاهم الحاجات او الحاجات اللي هتكون الالوان بتاعتها قريبه من المود بتاعي. خصوصا ان انا التارجت بتاعي ان انا المفروض بعمل فيجوال تحت عنوان مثلا ان رمضان يجمعنا، او اول لما هتكمل مع نايس، حاجات اللي احنا بنتارجت في رمضان، جو لمه العيله والجو الدافي اللي احنا عارفينه ده كله. فبدات اسيرش على ستوك، فوصلت كده لصوره، بس للاسف الصوره دي كانت صعبه جدا زي ما هتشوفوا دلوقتي. كانت مليانه تفاصيل قوي، فطبعا كان لازم ان انا اشيل كل حاجه منها عشان تبدا الصوره نظيفه، وببدا ان انا احط عليها الفيجوال بتاعي واشوف الايتمز هحطها ازاي او فين. فكنت بتارجت ان انا اشوف زي كده كومبوزيشن، بيكون زي ما قلت لكم قبل كده، لو انا عايز اعمل حاجه احط فيها كذا عنصر، وبختار الافضل الرول اوف ثيرد علشان تبقى اوضح ليا ان انا اضيف العناصر بتاعتي زي ما انا عايز. فطبعا يعني مشكورا الاي اي في الفوتوشوب، لانه ساعدني جدا في الحته دي. زي ما هتشوف الصوره كانت قبل وكانت بعد، فنظفت الصوره كلها بتاعتي، وبعد كده بدات ان انا اشوف العناصر هتحط فين، وبدات اعمل زي سكتش راندوم كده. هجيب راجل هيقعد هنا يكون سعودي طبعا عشان البراند سعودي، واكيد ست نفس الكلام تكون زوجته، قاعدين في جو عائلي. وكنت برضو عايز اجيب طفل في الفيرجن، بس للاسف يعني ما لحقتش لان الديدلاين كان خلاص. فقلت خلاص خلينا نكتفي باللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بدات ان انا احط العناصر بتاعتي بطريقه معينه، اضيف مثلا جزء خاص بالديكوريشن، اضيف مثلا لو هو ما فيهوش شجره فاجيب له شجره، نفس الكلام في اللي هي الاضاءات، الشموع، كل الحاجات بقى الخاصه بيهم، واعمل مود بورد دافي. وكمان لازم يكون الانفايرمنت اللي حواليهم موجوده في السعوديه، عشان احقق الجزئيه بتاعت ان الموقع ده موجود في السعوديه، فكل الجو العام موجود عندي. طيب الكالرز مود اللي استخدمتها حبيبي، الكالرز مود اللي استخدمتها هي ايه؟ الكالرز مود اللي استخدمتها هي ايه؟ الكالرز مود كانت الورم والكولد، عشان ابين الدفء، وعشان كمان ابين السنه الكولد دي بقى اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت عارفين وقت المغارب اللي هي السما بتبقى مثلا لونها عامل ازاي والكلام ده. وده برضو بيدي ريفلكت حلو قوي لما بتبدا تعمل اضاءات، ونفس الوقت لازم يكون المود عندي دافي. طبعا برضو استخدمت الذكاء الاصطناعي في ان انا اطلع الصوره بتاعه الشخص، الراجل نفسه اللي هو الزوج اللي قاعد مبسوط وبياكل او بيشرب حاجه، والست اللي بتدي له طبق الفاكهه وهي بتبص له. لان طبعا كان صعب قوي ان احنا نلاقي ستوكس زي كده على شاترستوك او مواقع تانية. وطبعا احنا عارفين دلوقتي ان خلاص بقى كلنا بنلجا لحته مواقع الاي اي علشان خاطر نعمل جنريت لاي صوره هنحتاجها، وده طبعا الاسهل وده الاقوى كمان دلوقتي خلاص. فتعالوا نشوف التنفيذ مع بعض اتعمل ازاي، يلا بينا. تعالوا نشوف تطبيق على فيجوال نايس اشتغلنا عليه ازاي فروم سكراتش. التصميم ده هيصدمكم، يعني التصميم ده معمول فروم سكراتش حرفيا. هتلاقي اصلا الباك جراوند وكل حاجه لما تتبني انت نفسك ايه هتبدا تقول التصميم ده فعلا اتعمل ازاي. تعالوا نشوف اصل الباك جراوند في الديزاين ده كانت بالمنظر ده. ايوه زي ما انتم شايفين. طبعا انت هتقول ازاي الباك جراوند دي بقت الديزاين ده. طيب ملاحظ معايا ان ادي ايه؟ ادي الجنب بتاع البوابه بتاعه البلكونه، وادي الحيطان. انا خدت بس الجزء ده، وطبعا كل الجزء ده اختفى. طبعا ازاي الجزء ده اختفى؟ فده اللي هنعرفه مع استخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا انا في الديزاين ده استخدمت الاي اي تبع الفوتوشوب والاي اي تبع
فري بيك علشان اعمل حاجتين. اول حاجه علشان اولد صور بالذكاء الاصطناعي اللي هي المين كاركترز اللي موجودين عندي، اللي هي الست السعوديه والشخص السعودي، لان البراند ده سعودي فكان لازم يبقى معايا تو كاركتر. وزي ما احنا عارفين شاتر ستوك خلاص بقى موقع مستهلك، فانا ما اقدرش اخد من عليه ستوكس. اوكي، ف ده كان المنظر زي ما اتفقنا، اللي هي الصوره الاساسيه. وطبعا بعد كده تم ان انا انضفها كلها واشيل كل الحاجات اللي كانت فيها دي باستخدام الجنريتيف فيل، ان انا اشيل حاجه حاجه في الديزاين لغايه ما ما وصلنا للمرحله اللي انت شايفها دي. تمام، لغايه ما كل حاجه اتنضفت. بعد كده طبعا شلت الجزء ده خالص باستخدام ان انا قصيته، وبعد كده عملت له ماسك على برنامج الفوتوشوب. تعالوا نشوف بقى التفاصيل بتاعه البروجكت ده ونشوف الفكره. زي ما انا شرحت لكم في الاول ان الفكره ان الديزاين ده المفروض ان كل حاجه هنا بتستخدم من ويب سايت نايس اللي هو بيبيع ادوات منزليه واجهزه منزليه وكل حاجه لها علاقه بالبيت، فكان لازم كل حاجه نستخدمها. فطبعا استخدمت الفوانيس دي بيبيعوها عندهم، الديكوريشن والقطع بتاعه الديكور، وطبعا الطاوله وبتاعه الطعام دي والشموع، كل حاجه حرفيا، حتى اللايتس عشان يبان ان كل الفوانيس اللي ورا عشان يبان ان كل الحاجات دي موجوده من نايس، لان هو ده الهدف من الديزاين من الاول. تمام، فهنلغي طبعا كل الكالر جريدنج اللي عاملينه وكل حاجه علشان نشوف الديزاين اتعمل ازاي فروم سكراتش. طيب انا عارف انك قاعد مبسوط بالفيديو دلوقتي وهفصلك ثانيه بس علشان اقول لك حاجه مهمه. عامل خصم 80% على كورس الكولاج ارت، يعني ب 300 جنيه بس، وده عرض ما يتفوتش. يلا ما تضيعش الفرصه. اوكي، طيب تعالوا نشوف. اول حاجه انا عندي الجزء الخاص اللي هو بالاضاءات. طبعا زي ما انتم شايفين كده حتى الشمع ده معمول له اضاءه مكونه من 2 layers او 3 layers، اللي هي الجزء الاصفر وبعد كده الجزء بتاع النار نفسه والجزء ده والجزء اللي هو منور اكتر منه عشان يديني حقيقة ان الاضاءه مظبوطه. تمام، ونفس الكلام بعد كده اتكرر على الشموع اللي انتم شايفينها هنا، ونفس الكلام اتعمل لها الشادو. نيجي بقى للكاركتر بتاعي اللي هو المين عندي، اللي هو الشخص السعودي ده. الصوره زي ما هي كده اتولدت بالذكاء الاصطناعي زي ما انتم شايفين، كانت بالشكل ده. طبعا اتقصت وبعد كده خدتها وعملت لها التكوين ان هي تكون جوه الكومبوزيشن بتاعي عشان تكون مظبوطه. وبعد كده بدات ان انا احط للشخص ده الشادو تحت منه عشان المخده دي برضو ما كانتش موجوده، فدي كانت مشكله. فكان لازم ان انا اجيب صوره لمخده كمان تكون شكلها سعودي عشان تبان معايا في الديزاين. عايز اقول لك كمان ان السجاده نفسها دي كانت جزء من التصميم زي ما انت هتشوف كده دلوقتي، لان السجاده دي ما كانتش موجوده اساسا. دي سجاده برضو انا جبتها اهي، هتشوفها دلوقتي معايا. دي السجاده وعملت لها برسبكتيف علشان تبقى جايه مظبوطه من حقك. طبعا اهتمامك بتفصيله الديزاين بتاعك هتفرق كتير قوي. برضو الويب سايت ده بيبيع سجاد، فكان لازم ان انا استخدم كل العناصر اللي موجوده من هناك عشان احقق المعادله بتاعت كل حاجه ممكن تشتريها من خلال موقع نايس السعودي. اوكي، تعالوا بعد كده نشوف الكاركتر اللي عندي. طبعا انا تعبت كتير جدا وانت بتدور في الذكاء الاصطناعي عشان تختار كاركتر مناسب ليك، يعني بتقعد تجرب كذا برومبت وكذا حاجه علشان تجيب الكاركتر. برضو الكاركتر بتاعت الست السعوديه ده بعد كده طبعا قعد ياخد شويه تنتات زي ما اتفقنا. سيلكتيف كلر عشان المود يتظبط، وكيرف، وعندي ادي كيرف وادي كيرف تاني عشان اظبط الجزء بتاع الاضاءه اللي على الوش والجزء التاني. وخد بالك ان دي برضو اضاءه من الفوانيس اللي موجوده او الانوار اللي موجوده، واضاءه برضو في وقت المغرب. فكان لازم اختار برضو ان السماء تكون في وقت المغارب، ما تكونش مظلمه قوي وما تكونش مفتحه زياده عن اللزوم، اللي هو التوقيت بتاع الافطار بتاعنا بالظبط. وكان برضو عندي مشكله ان انا واجهتها ان هي المفروض كانت بتبص عليه عشان خاطر يبقى فيه جو كده اسري، فيه الفه على الفطار، ويبقى فيه برضو فايبس، ما يبقاش الموضوع مصمت واحده قاعده ماسكه طبق واحد قاعد لا. فكان لازم يبقى في اكتف، في نشاط بيتعمل، فهو قاعد بياكل وهي كمان ماسكه طبق الفاكهه اكنها هتديهوله او هتتكلم معاه. تمام، الجزء طبعا بتاع بقى البلكونه ده زي ما انتم شفتوا في الصوره كان عامل ازاي. كان زي ما انتم شايفين كده. فلما اتقص كان واجهني بقى مشكله ان انا عايز اعمل السور ده. فالسور ده كان في تركايه لازم اشرحها لكم. تمام، لو انا دوست كده انت هتشوف ان السور ده اتعمل حته حته. يعني ايه اتعمل حته حته؟ زي ما انت شايف كده. لو انا جيت شلت الجزء ده اهو
تمام. وادي الجزء ده. عايز اقول لكم كمان ان انا بس عشان قفلت الصورة ان حتى الحاجات دي ما كانتش موجودة. تمام. الحاجات دي انا بدأت ان انا احطها واكررها، يعني شايفين اتعمل على كذا جزء عشان يبان معايا شكل البلكونة ده يبقى كامل، وبعد كده يتحط جوه عندي واعمله زي شادو خفيف كده عشان يبان ان هو جزء من الحيطة اللي موجودة ورا منه. فخد بالك قوي من البوينت دي. البوينت كمان اللي عايزك تاخد بالك منها ان هي الشادوهات. لما تيجي تعمل حاجة، يعني مثلا انا عندي فيه الجزء الخاص بالشجرة اللي موجودة هنا دي، تمام، لما جيت اعملها لازم ادي لها التنت الاصفر عشان في لمبه فوقيها بالظبط، تمام، في فانوس عامل عليها اضاءه، فكان لازم يبقى واخده ايه، لو ركزت في شغل الجزء بتاع الشجره هتلاقي ان في اضاءه نازله عليها. وكمان لازم اعمل اكسبوجر عشان هي موجوده في مكان ضلمه من الجنب مش عليه فوكس قوي، واعمل اكسبوجر تاني يفتح في الموضوع. تمام. نفس الكلام برضو لازم ياخدوا ايه الجزء اللي هي متركب فيها او واقف عليها. زي ما انتوا اتعلمتوا من الدرس اللي فات والدرس اللي قبله والدرس ده، ان كل تصميم كل ما تديله وقتك اكتر وكل ما تشتغل عليه اكتر كل ما هتطلع ريزلت اعلى. تمام. فده هيديلك اريحيه اكتر في الشغل. يعني برضو انا عندي الجزء بتاع السما زي ما انتوا شايفين ده برضو ايه متركب مع الجزء بتاع البيت السعودي اللي ورا عشان يديني ايه احساس ان اللي موجود في ان ده فعلا بيت سعودي. فكل حاجه خلاص بقى تبقى متكامله من ناحيه الاشخاص، من ناحيه الانفايرومنت، من ناحيه الفايبس، من ناحيه كل حاجه. فخلاص يا جماعه لا ده رمضان، ودي فعلا منتجات اللي بتتباع في رمضان على موقع نايس، والناس دي سعوديين والمكان ده كله سعودي بالطراز اللي هو المعماري بتاع المكان، بالطراز اللي موجود حتى في الباك جراوند، بكل حاجه. ولازم طبعا بيتعمل زي ديبث. لو انا شلت ده كده هتشوف ان الموضوع ايه لازم يتعمل له ديبث عشان الفوكس يبقى كله موجود في المنطقه دي ما يبقاش في حته تانية. وبالمناسبه شايفين الخط اللي انا عملته ده، الخط ده انا رسمته عشان خاطر لما اعمل اللي هو رصه اللمض عشان برده ما تبقاش نازله وخلاص، يبان ان في شويه ايه جو كده فيه هواء، فواحده تميل ناحيه الشمال واحده ناحيه اليمين وهكذا. فعملت خط كده بحيث يبقى رصه اللمب موجوده بطريقه معينه. طبعا دي سيكرتس بقولها لك عشان تطلع معاك الكومبوزيشن بشكل كويس جدا. فكمان كان في حاجات هنا تعبتني قوي وانا بشتغل على الجزء بتاع الديزاين. زي عندي مثلا شايفين الاضاءه اللي موجوده هنا دي، البتاع ده كان كله اضاءه قوي فكان لازم اديله جزء من تحت اكسبوجر. هتشوف ان اي ظل انا بعمله هتلاقيه اكسبوجر، وده الصح ان انت تعمل الظل بالاكسبوجر. تمام. بعد كده طبعا عملت له زي كولر كوركشن شويه بالكيرف علشان يبان ان هو برده غامق شويه، واديته جزء من التنت عشان يتظبط معايا. تمام. عندك مثلا برضو الجزء اللي موجود هنا. طبعا عايز اقول لكم ان عشان توصل للريزلت اللي انت شايفها دي كان لازم تعمل ريسيرش قوي جدا. يعني تشوف تخش على دخلت انا ساعتها على وقتها على موقع نايس نفسه، وبدات اشوف ايه البرودكت اللي ممكن استخدمها وتخدم معايا التصميم. فبدات اعمل لها داونلود وبدات ان انا اشتغل عليها واقصها من الاول علشان توصل للمرحله اللي انتوا شايفينها. زي عندك مثلا يعني احنا لو شفنا ادي نشيل بس جزء الاضاءه ده كده، تمام. يعني بص حتى الاضاءات هنا كانت عامله ازاي. تعالوا نجيب الصوره دي، تمام. طبعا دي اتقصت لانها كانت كل حاجه على خلفيه بيضه، وكمان نفس الجزء اللي موجود هنا ده. وده كده بيوصل معاك للفئة المستهدفة. انت خلاص عايز تستهدف في رمضان انت تسوق لكل البرودكت اللي عندك دي، فعملت تكوين وعملت فيجوال بيحقق كل اللي انت محتاج تشتريه من على الويب سايت يخدمك في رمضان او هينفعك. وحطيت الفايبس بتاعت رمضان والاجواء وكل حاجة، وكمان حققت حتة ان ده تارجت اودينس فعلا لان الناس دي سعوديين وموجودين في السعودية. فده مهم قوي انت بتشتغل على التصميم، مش مجرد بس بتعمل تصميم مليان لايرز وخلاص. لان انا ساعات بشوف ناس بتعمل كميه لايرز زي ما انت شايف برضو ان كل حاجه هنا لو فتحتها تلاقي كميه لايرز رهيبه، فتقعد تنزل تقول لك انا عامل تصميم مش عارف مكون من 500 600 700 لاير. هي مش فارقه ليرات، المهم ان انت تعمل حاجه تكون ناجحه. مش شرط انت مش بتعمل بس عمل فني، لا انت بتعمل حاجه بتفولو ايه الارتستيك ستاندردز اللي هي ايه المعايير الفنيه. يعني لما تعمل حاجه المفروض يبقى فيه كومبوزيشن، في تكوين عندك، في بالانس وازن الامور ببعض، في هنا واحدتين يمين، في هنا شمال، في هنا شمعة، في هنا شمعة، في هنا حاجة، في هنا حاجة، عشان التصميم ما يبقاش بالنسبة لك فاضي. او حتى لو هتعمل تصميم في زحمة، يعني انت شايف برضو ان التصميم مليان ولكن
التصميم مليان بس عينيك مرتاحه فيه مش مشتت، عكس لو جيت فتحت تصميم تلاقي مثلا فيه حاجات كتير قوي تشتت عينك وتشد انتباهك، لكن انت عينيك مرتاحه لان كل حاجه مرصوصه في مكان صح، واخده البوزيشن بتاعها الصح. وبس كده. لو وصلت للنقطه دي فانا بشكرك جدا. لو لسه ما اشتركتش في القناه فاشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو في اي تركية حابين نشرحها اكتبوا لنا في كومنت.